دي اهي الكمية بتاعتنا، عملت معانا 3 كاسات كبار. دي كانت الصوبيا بتاعتنا. جربوا الصوبيا بالطريقة الجديدة دي، هتبطلوا تعملوا الصوبيا التقليدية بتاعتنا خالص. اهلا بيكم في مطبخ حاجة حلوة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب كده. حبينا نعمل معاكم اول كده مشروبات رمضان المشهورة. اشهر مشروبات رمضان هي طبعا الصوبيا. هنعملها النهاردة مع بعض بمكونات مختلفة وصحية اكتر، وطعمها كمان هيبقى لذيذ والاطفال هيحبوها جدا جدا عن الصوبيا التقليدية اللي احنا بنعملها. بس قبل اي حاجة، لو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. يلا بينا نبدأ في وصفتنا. عندنا كده معلقتين كبار من الصوبيا، اهم حاجة بس يبقوا معلقتين حلوين يعني. وعندنا 5-6 حبات كده من الفراولة متقطعين قطع صغيرة، وكوباية من المية، وكوباية الا ربع كده من الحليب. دي بس كل المكونات بتاعتنا اللي هنشتغل بيها النهاردة. يلا بينا نجيب الخلاط. اول حاجة هنعملها ان احنا هنضيف المية، اللبن كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنضيف عليهم الفراولة. كده انا حطيت دي كل المكونات اللي موجودة معانا. هنضيف بقى عليهم في الاخر خالص معلقتين الصوبيا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عايزة اقول لكم مفيش اسهل من كده، هي سهلة وسريعة جدا وهتدي معاكم طعم ممتاز كده. وهنخلطهم مع بعض. طبعا تقدروا تستبدلوا الفراولة بأي نوع فاكهة تاني متوفر عندكم. أنا جربتها قبل كده بالشهد اللي هو الشمام، وجربتها بالكنتالوب برضو، كان طعمها روعة يعني فوق الممتاز. فممكن برضو تستبدلوها، ممكن تحطوا موز بدل الفراولة. اي نوع فاكهه من الفواكه الحلوه المسكره هتبقى حلوه جدا مع الوصفه دي. طبعا انا ما ضفتش سكر لان الصوبيا اصلا بتبقى مسكره. لو حابين تضيفوا سكر زياده ممكن تضيفوا، ده حسب الرغبه. لكن دي المكونات الاساسيه اللي تطلع معانا العصير بتاعنا مظبوط. وهنخلطهم مع بعض في الخلاط. وبس كده خلاص. كده الصوبيا بتاعتنا بقت جاهزة معانا. طبعا هي صوبيا مش بالنكهة التقليدية، صوبيا هتبقى بنكهة الفراولة او بنكهة اي نوع فاكهة تاني انتوا هتبقوا حاطينه بدل الفراولة. ونبدأ كده نصبها في الكاسات بتاعتنا. دي اهي الكمية بتاعتنا، عملت معانا 3 كاسات كبار. دي كانت الصوبيا بتاعتنا. جربوا الصوبيا بالطريقة الجديدة دي، هتبطلوا تعملوا الصوبيا التقليدية بتاعتنا خالص. فعلا اضافة الفاكهة مع الصوبيا بتدي نكهة وطعم حلوة جدا جدا جدا. وكمان اللبن بيبقى بيضيف له قيمة غذائية اعلى. يا رب تكون وصفتنا عجبتكم. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك وشيروا الفيديو لكل اصحابكم. اكتبوا لنا في التعليقات، وهستنى اشوف رايكم في الوصفه بتاعتنا في التعليقات ان شاء الله. مع السلامه.